الفاصل بين أهل صنعاء وهلال الحديدة والذي يحدد هوية بطل الدوري اليمني لم يكتب له أن يكتمل بعد توقفه المفاجئ احتجاجا على التحكيم. المزيد مع معين السواري. لأنها مباراة بحجم بطولة و90 دقيقة سيتلوها تتويج الأبطال، فقد حشد لها كل من أهل صنعاء وهلال الحديدة الكثير من الإعداد الرياضي والتعبئات النفسية. جماهير زرقاء وحمراء انتظرت أن تزف فريقها، لكنها في قرارة نفسها تنتظر الأسوأ خلال اللقاء. لقاء الغريمين انطلق أخيرا بعد أن أخذ الكثير من اللغط والخلافات ما بين تأجيل وموعد جديد، واتهام أهلاوي لاتحاد الكرة بمحاولة خدمة الهلال وضرورة اللجوء لحكام أجانب. جمهور الأهلي وآخرين ينظرون بأن اتحاد كرة القدم بأن له ضلع أو له ارتباط بنادي الهلال عن طريق رئيسه أحمد العيسي، فكان المفترض والأفضل بدل هذا كله أن يأتوا بحكما أجنبي وسيكون محل رضا عند الجميع حتى إن كان أخطأ أو لم يخطأ في هذا الجانب. الأهلي أوضح أنه لن يسعى لتعادل يمنحه الذهب، وهجمات حمراء عديدة أكدت ذلك قبل أن تتغير بوصلة اللعب. ويحتسب الدولي خلف اللبني ضربة جزاء للهلال كانت بمثابة بداية النهاية، نهاية التعادل الصفري ظاهرا وفي باطنها نهاية ما أسمي بالروح الرياضية. فبعد تسجيل سالم سعيد لركلة الجزاء انطلق لتلقي تهاني زملائه، ولكن أحد المشجعين أيضا انطلق ليعرب للحكم في الملعب عن سخطه عن قراره. أكيد جمهور متعصب، لأنه بعد الذي حصل أن المباراة تأجلت، يعني المباراة كانت الجمعة تأجلت إلى الثلاث، رجعوها السبت، فحصلت دربكة. المفروض في هذه الدربكة الاتحاد يوقف كل حاجة، الآن يجيب تحكيم أجانب يبعد الشك، لأنه الآن كل الجمهور في الشارع في شك أنه المباراة الدوري يشتغل للهلال. شرارة الملعب انتقلت فجأة إلى المنصة الرئيسية، حيث قيادات الفريقين تخلت عن الروح الرياضية، وبدأت تتبادل الاتهامات لتتطور الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك في جو مهدد بالانفجار في أي لحظة، وفي حضور وزراء ومسؤولين كبار وحراساتهم الخاصة، ليصبح الخلاف هو الصوت الأعلى ويختفي صوت العقل. ولاعبون في الملعب ينتظرون ماذا يقرر الكبار دون أن يجدوا تفسيرا لما حدث وماذا سيحدث. المفروض أنه ما تحصل من المسؤولين اللي فوق، إنما اللاعبين فنحن أخوة، يعني ما في شيء. حتى لو كان في شيء ولا شيء المفروض ما نلعبش البلنت، الاحتجاج كان يكون خلاص يطلع فريق الأهلي وما ينضرج ضربة البلنت، إنما تنفذ ضربة الجزاء وبعدين يحصل انسحاب. أطفال هذا ما هوش يعني مع احترامي. يعني فوجئنا بحكم موقف بعقوبة من الاتحاد وتم إنزالها اليوم، وهذا اللي حدث، السيناريو اللي بتشاهده يتحملها الاتحاد. أهلي صنعاء والهلال كل منهما على بعد خطوة من التتويج بلقب الدوري العام لكرة القدم لهذا الموسم، إلا أن هذه الأحداث سببها الهروب من الخسارة، مع أن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هي كرة القدم اليمنية، فبدلا عن ميدالية التتويج ظهرت الأسلحة وشرطة مكافحة الشغب في الملعب. معين السواري، العربية، صنعاء.